اليوم نبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم. كنت خدام في واحد المدينه ووقعت فيها واحد القضيه خايبه، واحد الجريمه خايبه. ولكن قبل ما نبداها تنقول بان هاد الجريمه عندها علاقه بالناس ديال الملتحون المتدينون، وانا ما تنقصد شيء، لا الاخوه المسلمين ولا جماعه ديال كذا ولا جماعه التبليغ ولا جماعه هذه، حتى شي جماعه، وكل واحد عنده طريقته باش تعبد الله سبحانه وتعالى. شي تعبد الله غير بالاجر، شي تعبد الله باقامه الليل، شي تعبد الله، كل واحد كيفاش تعبد الله سبحانه وتعالى، لانه كل واحد فينا كيفاش تيشوف الجنه، وكل واحد فينا كيفاش تيشوف جهنم. انا تنتخيل الجنه في شي شكل، وانت تتخيلها في شي شكل، والاخر تيتخيلها في شي شكل. انا تنشوف جهنم في شي شكل، وانت تشوف شي شكل، كل واحد تيشوفها في الشكل ديالو. انا تنحس نشوف الله في شكل حسب مخي، حسب عقلي. تنشوف كيفاش تنشوف الله وتنقول شنو تيبغي مني الله، وانت كيفاش تشوف الله، الاخر كيفاش تيشوف الله. بحال البصمات، حتى واحد ما تيشبه الواحد في التفكير حول الجنه وحول النار وحول الله. كل واحد عنده بحال البصمه تيفكر راسو وتيقول، كل واحد كيفاش تيقول هذا الشيء اللي بغى الله، خصني ندير هذا الشيء حيت يبغيه الله. نعطيك مثلا، انا تنقول الدين المعامله. مثلا انا مثلا تنقول الدين المعامله، الدين هو نتعاملوا بعضياتنا، وتنقول العمل تبدا والعباده تبدا من تخرج من الجامع. واحد اخر تيقول لا، العباده تبدا في الجامع، ومن قام بالصلاه قام بالدين كله، ومن ترك الدين كله. تيشوفها غير في الصلاه، وقفه في الصلاه. كل واحد كيفاش تيدير. علاش جبت هذا الشيء هذا؟ غنهضروا على ناس ملتحين متدينين كما تنقولوا. وقعت واحد الجريمه لواحد السيد دخل معاهم. واحد السيد كان تيبيع الدجاج، راجل جيجي، وعنده شي 4 ديال الحوان ديال الدجاج. عنده حانوت كبير مقابله هو تيخدم فيه، ومعاه شي خدامه شي 2، وعنده واحد حانوت في واحد البلاصه، واحد البلاصه مخدم معاه الناس ولاد عمهم من بلادو مخدمهم. وعنده واحد البيكوب هي اللي تجيب الدجاج من واحد الضيعه ديال الدجاج، داك الدجاج الابيض، وتتفرق على هذاك الشيء. المهم راجل الحمد لله لاباس عليه وما خاصو حتى شي خير. واحد النهار جاو عنده شي ناس، قالوا ليه ناس متدينين ملتحين، قال لي ودي انت واحد راجل خير، عفوا، وتدير الخير وراجل مزيان، بغيت باش التليفون ما يصدعكمش، وتدير الخير وراجل مزيان، وتتصلي وتتعبد الله، ولكن خصك تزيد شويه في التعبد، وزيد شويه في الصلوات وفي التكبير. وحنا واحد مجموعه ديال الناس رحنا تنجتمعوا مره عند فلان، مره عند فلان، مره عند فلان، مره عند فلان، وتنديروا دروس دينيه واحاديث دينيه، وتنديروا التكبير، وتنديروا. حضر معهم هو لواحد الجلسه، واحد المره مشى معهم حضر واحد الجلسه ديالهم وعجبوا داك الشيء. الناس تيتجمعوا وتيصليوا جماعه في دار شي واحد فيهم، هما مجموعه تقريبا فيهم واحد 30 واحد، وتيصليوا كلهم في دار داك السيد هذاك، وتيتعشاو عنده، وتيديروا دوك الدروس والاحاديث، وتيديروا التكبير، الله اكبر الله اكبر، داك الشيء ديالهم، واحد الطريقه ديالهم بحال ديك الطريقه ديال الطريقه الدرقاويه، والطريقه دوك الناس متدينين بزاف الطرق اللي عندنا في المغرب بحال داك الشيء هذاك، التيجانيه وداك الشيء، وتيتعشوا عندك الناس. ولا كان راجل الدار عنده بعيده ولا خارج المدينه وداك الشيء، دوك اللي هما ما ساكنينش تما تيباتوا عنده. مشات العاده هكا، كل واحد تيمشيو عنده مره، كل واحد تيمشي عنده مره. جات عنده هو واحد المره ورحب بهم، والدار عنده كبيره وتهلا فيهم وباتوا عنده، وتعود هذه القضيه هذه. وفي الاخر هو اضطر قال لهم ودي انا عندي واحد الحانوت خارج من الدار ديال الدجاج، ولكن الحانوت تندير فيه غير ما تيتمشاش مزيان، غادي نهرسو ونكبرو ندير فيه نفرشو ونبقاو نجتمعوا فيه احسن. بقاو تيجتمعوا، دار لهم ذاك الحانوت وكبروا، ودار لي واحد الباب صغير، ودار بحال مسجد صغير. دوك المساجد اللي عندنا في هذه الاحياء شي وحدين تيخرجوا كراج هنا وتيديروا مسجد، وداروا بقاو تيتجمعوا تما، وتيديروا الذكر الاحاديث كما قلنا، والناس غاديين اليوم غدا.
ولكن هو بدا تتكلف لهم بزاف د الحوايج من الناحيه الماديه. من تيبغي يسافروا تيتكلف هو، وما تيدعيو معاه تقول الحاج انت خيرك زايد هذا وخيرك كثير الحمد لله وتتساعدنا وكذا وكذا، ولا تيساعدهم. تيبغيو يمشيو لشي بلاصه مثلا يهاجروا في سبيل الله، تيقولوا غنمشيو لهم لمكناس الزاويه الفلانيه، غنمشيو لتطوان عند صاحبنا فلان غادي نمشيو عنده، هو تيتكلف بالمركوب وتيعاون في العشاء وتيعاون في هذه وتيعاون في هذه. لكن مع المده المشكله فطار داكشي ولا هو داروا هو الامام، عينوه امام. تعرفوا الجامعات فيهم امام وفيهم مرشد وفيهم كذا وفيهم عندهم ثم ديكرات. دار هو الامام ديالهم، هو الامام ديالهم، قتا هو تيهضر في التحديث ديالهم، هو تيتكلف، هو تيتحمل المسؤوليه الماديه، هو كذا وكذا. وهذه المهمه عطاوها ليه بدا تيخسر فيها فلوس بزاف، وتبلا معاهم تبلا، ولا تيسافر معاهم لا تجي ولا تجي، تيعاون هذا في العمره، تيعاون هذا في الحج، تيعاون كذا كذا. شويه بقات تبان ليه، بقات تيقول انا مالي على 5 الحوانت، وانا نخلي غير جوج، خلى غير 2 حوانت الاخرين باعهم، لان كما تيقول هو راه ماشي الدنيا في الفلوس، راه الدنيا في الثواب والدنيا في الصلاه والدنيا في العباده والدنيا تعطي الانسان ودير. مشى في هذا المنهج هذا وبدا تيخسر الفلوس على ديك الجماعه، بدا تيخسر الفلوس. وكاين بعض الجامعات اللي تيستغلوا بعض الناس اللي عندهم فلوس تيدخلوا معاهم وتيكشطوهم. ماشي كل شيء، ولكن كاين بعض الجامعات تيكشطوهم، كاين بعض الجامعات اللي يسبوا الناس في الطلاق، كاين بزاف ديال المشاكل بحال هكا. وكاين ناس متقي الله عاديين، جامعات عاديين تيعبدوا الله وتيديروا الذكر داكشي، ولكن عاديين. ولكن كاين بعض الجامعات فيهم بعض الناس اللي نقدروا نقولوا تينصبوا شويه على عباد الله. هذا تيتسلف من عنده، سلفني، هذا تولي عطيني، هذا كذا، حتى الراجل في الاخر ابقى ليه حانوت واحد، هو الحانوت فين خدام، دوز معهم شي 4 سنين. ها المشكل فين غيكون؟ واحد النهار انا جالس كوميساريه جا عندي، انا كنت نسلم عليه وكنت نتقدى منه بعض المرات، نتقدى منه دجاج، وكان راجل معايا مزيان، ما عندناش، كان شبه صديق، عرفني نعرفو، نضحك معاه كذا كذا كذا. دار الحياه، هو دار الحياه، دار الطاكيه، تبدل، مرتو لبس هذاك الخمار وداك الشيء تيلبسو، داك البرقوع اللي تيقولوا مابقاش وجهها تيبان. هي كانت امراه عاديه وتبدلات. على اي جا عندي واحد النهار في واحد الحاله يرتاع، قال لي يا سي عبد القادر بغيت نهضر معاك. قال لي ماشي هنا انا مزوق فيك، ماشي هنا. قلت له واش غدير شي شكايه نديرو هنا؟ قال لي خليني بعدا نتصور معاك، انا غادي نقتل راسي ولا غندير شي حاجه. والله وديك لي انت راجل متدين وراجل هذا، انت وحنا نديروها، اما انت زعما تقتل ولا تنتحر، هذا ماشي من الشيام ديال الناس بحال المتدينين. قال لي غير الله معايا. خرجت انا وياه وبقينا غاديين واحد الجرده قدام البلديه قريبا المحل العمل ديالي، وجلسنا بديك الجرده انا وياه. قال لي ودي وقعت لي كارثه في داري، خصني مراتي تشرح لك، مراتي اللي تقول لك هذا الشيء هذا. نمشيو للدار. قلت له لا ما نمشيوش للدار، الله يعطيك الصحه، غير قول لي، غير بدا ليا. قال لي لا، خص مرتي تبدا لك، مرتي تقول لك، ماشي انا مزوق فيك، راه تخنت في عرضي وتخنت في ولادي وتغدرت وكذا وكذا. قلت له اش غدير؟ دابا حنا تنساليو مع 4 وتدخل الكوميساريه مع 4 وغتجي عندي انت ومراتك مع 4 وغندخلوا للبيرو بوحدنا ونهضروا مع 4. انا درت الاحتياط ديالي، درت شويه الاحتياط، ما بغيتش اونجاجا نمشي انا للدار عند المراه، عرفنا الله شنو يكون، والناس ما تعرفش الناس شنو في مخهم، شنو في عقلهم، شنو نيتهم، با تو سافوار. بقيت مع 4 جا عندي للدار هو مراته بك البرقوع. المراه من جات قال زيدي دخلي، يدخل ويتحيد داك البرقوع ويطبط داك النقاب. انا عرفت قضيه خطيره، لان هذوك الناس يدوروا البرقوع والنقاب ما تيبغوش يحيدوه. نعطيك واحد القضيه وقعت لي واحد المره في مطار باتسلا، كنت خدام في مطار باتسلا كما قلت لكم، كنت خدام طباع مع الطباع اللي تيطبعوا في المطار. وجاني واحد النهار واحد الراجل
دار الحياه ملتحي كما تنقولوا اخواني، ومع مراتو دايره البرقع، وعطاني الباسبورات، وقلت لها ودي خصني نشوف الوجه ديال المراه. قال لي لا، انا مرتي ما تشوفش وجهها، راه في الباسبور. وقلت له كانت هذه المراه اللي معاك راجل باش عرفاني. قالت لي هي اسيدي انا ماشي راجل. قلت لها واخا يكون الصوت ديالك ديال المراه هذا لا يكفي، خصني نشوف وجهك ونقارنوا مع الباسبور. قال لي يا سيدي ارجوك الباسبورات. هو ياخذ من عندي الباسبورات بحال ما رضاش، خدا من عندي الباسبورات. قال لي ما طبعش لي انتيا. قلت له يا سيدي انا ما طبعلكش، الطياره قربت تمشي، تحمل مسؤوليتك، وانت عندك البي حسب ما شفت، مرة انا ما مشيتيش في هذه هزك الماء. هو يمشي عند واحد كيشي اخر في بوليس اخر خدام تيطبع، وحنا تنخدموا خدمه واحده، حنا تنشوفوا الناس قدامنا جايين، هذا جاي عندي، هذا جاي عندك، هذا جاي عندي، هذا جاي عندك، هذا مشى لكيشي دبلوماتيك، الناس ديال الدبلوماسيه راه باين عندنا الخدمه. هو زعما بغى يبدل تصحابنا تما ما حنا في السوق ولا ما عرف، مشى يبدا عند الاخر، عطاه قال لي الاخر لا عاود شوف مع السيد اللي راه هو ليه. راكم تتعرفوا الصرامه ديال البوليس في المطار، راكم تتعرفوها كلكم نزلتوا في المطارات وتتعرفوا البوليس في المطار راه ما تيتهاونوش وما تيلعبوش وما تيضحكوش، سيرتو دابا، سيرتو من ولا هذا الارهاب وهذا الشيء ما بقاش الضحك. صيفطو جا هو بقى تيغوت تما تيهضر، هبط المعلم ديالنا قال لي اش كاين، قال لي سيدي اش كاين، اش كاين، مرتي وجهها ما تعراش، غادي يجيبوا لي شي بوليسيه هي اللي تشوفها وتطبع عليها. قال لي المعلم والله ما نجيبوا شي بوليسيه، باش ندخلك انت القانون ديالك نجيبوا لك انت بوليسيه هي اللي تشوف مراتك وتطبع وكذا وكذا. داك الكيشي اللي مشيتي ليه راه هو اللي ورق بجوج، اللي مشيتي ليه غتطبع فيه ولا غتطبع فيه، وعندك البوليسيه غتعلم راه وجهها. نجيبوا حنا بوليسيه نهبطوا الكتابه ولا نهبطوا شي جهه ولا ندخلوا لا شوفي هذه السيده هذه. بالك سيدي انا غادي في حالك، قلنا لي الله يهنيك سير في حالك، مشى في حالته. هذا واحد 4 ايام ويجي ومسعدو ما عنده زهر، من جا لقاني انا خدام جالسين في الكيشي تنشوف عباد الله، تنشوف راه هو ومراتو راه مشى للديوانه، راه داز من ليه، حنا راه دايرين ليه البال. هو يجي داخل، مشى وقف في واحد الصف ديال واحد الكيشي. وانا نقول للبوليسي يقول داك السيد دوز هنا، هو يدوز. قال لي شنو اسيدي دير؟ قلت له راه عندك واحد الطبعه درتها لك ولا ضربت عليها، خصني نعاود ندخل هذيك الطبعه، حنا ندخلها بانه الطبعه الاولى راه حنا ضاربين عليها وراني دخلتها مشيتي، ولكن خصني ناكد داك الشيء دابا بانك عاود جيتي وعندي غير الطبع. هذه ماشي شدي نطلق لك، لا القانون حيدوك افكار العوجه ما تبقاش. عطاني الباسبور ديالو، عطاني الباسبور ديال مراتو عرات وجهها، وتنقول بكل صراحه عرات وجهها. كاين بعض الناس اللي دايرين دابا البرقع يقولوا شوف هاد خينا شحال باس حشومه لي غدا قدام الله. لا 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 لا، في القانون عندنا في المغرب تاعنا، ماشي حنايا راه حنا دوله دوك الدول اللي هي ما تفهمش القانون تتخلق القانون. عندنا قانون تنتبعوه في المطارات وفي كل بلاصه. جبتها شفت لها وجهها تاكدت منها، وشوف عيطت واحد بوليسيه مكلفه بالتفتيش، بوليسيه تتفتش عندنا تما، تبغي تدخل للخرا باش غدوز للقاعه. كاينه بلاصه تحط دوك لي فاليز ديك الصنطه ديال ريو اكس، الصنطه فاش تحط الباليزه يشوفوا الداخل ديال الباليزه شنو، وعند حق داك البوليسي ولا البوليسيه تقلب، البوليسيه تقلب العيالات والبوليسي يقلب الرجال، لا شك في شي راجل هاز شي حاجه ولا هذا. ديك البوليسيه عيطت عليها قلت لها ديك السيده عافاك واحد مفوي فينيسيوس، قلبي معها مزيان، حتي معها مزيان، خير تيترطع علينا هذه 4 ايام قلبي. هذاك الاخواني داك مول الحياه نقولش حنا اخواني ولا الطراس، هذاك خينا قلبوا لقاو عنده 4 المليون. السيده قلبت الاخرى لقات عندها 3 المليون، مدوزين الفلوس ودات اللعبه. وهنا تنقولها البوليس ديالنا في المطارات وفي الموانئ في سلطه الحدود، التقلاب هو التقلاب. من تشك في شي واحد قلبوا، شي تشك في شي مرا كبيره مدخلينها ودير هكاك زيد امي زيدي، انا شكيتي فقول له زي الحاجه هنايا، عيط البوليسيه يقول له شوف هذه المرا خلي بها. الناس تيخرجوا فلوس، كان تيخرج مسائل، كان اللي قد يدوز شي حاجه يدير لنا مشكل في الطياره، كاين اللي هذه كاين اللي هذه. الارهاب حنا دوله مستهدفه، حنا عندنا الحساد بزاف،
وعندنا ناس يخرجوا فلوس بزاف. هنا تنقول انا لشرطه الحدود ما يكفاكش بانك الا شتي الباليزه ديزا في السنطه وشكيتي في شي حاجه كحله شنو هي هذيك، شنو الشريفه، شنو هي هذه، لا هذيك حلها افتحها. انا شفتهم في المطار ديال دبي اقسم بالله داك التقلاب اللي تيديروا الباليزات لما دوخوني. واحد النهار بان لهم مقص داخل في واحد الباليزه، مقص، وحلوا الباليزه كلها ديال المراه وما عرفوش داك المقص فين داخل، وبقاو عليه تلقاو في واحد الجهه ما عرفتش شكون اللي مدخلوا تما، حلوا كلشي ديك الباليزه، واللي كاع ممنوع حيدوا هذيك السيده، حيدوا حيد. التقلاب هو التقلاب. حنا ما نقلبوش كلشي المواطنين، ولكن ملي ترشك سواء الطباع اللي تيطبع ولا البوليسي لا فلافوي يدوز يتقلب. لقينا داك السيد ندوز فلوس وعيطنا للجمارك حزوا لي الفلوس، تاخذوا مع التدابير القانونيه. ماشي الا جبدنا هذا الشيء هذا على انه تنقول البوليس الشرطه ديال الحدود، اي واحد يجي تشوف وجهه وتاكد من وجهه مع الباسبور، شوف فيه مزيان وشوف هذا مزيان، تاكد منه. وبالنسبه للشرطه في الدوائر في لابيجي في الكوميساريات او الدرك الملكي او كذا، تجي امراه عندها البرقع ولا ما البرقع، وقت الاستماع وقت التصنيت وقت البحث يكون وجهها مكشوف، شوف لها وجهها، ما نتصنش المراه مدرقه وجهها وانت تصنت لها. تنقول سميت امك يا مدرقه وجهها، حشومه هكذا قدام الله سبحانه وتعالى. متى تبغي المراه تصلي تتعري وجهها قدام الله وتتعري وجهها، بالك كامل العبد غير عبد. شنو هو العبد؟ المراه تجي تصلي قدام ربي سبحانه وتعالى تتعري يديها وتتعري وجهها قدام الله، اعلى شان. ماشي عاد تبقى تدرق وجهها زعما لا تدرق، ولا غير العبد هذا والو، عري وجهك ولا عري اللي بغيتي. راه كون كنا مثلا اليهود تيديروا لك ديك الطاقيه الرسوم، تيقول لك ما نعريش راسي قدام الله، ما نعريش راسي ديال الطاقيه، تيحشموا بالله ما نعريش راسي. وحنا وحده تتغطي وجهها، والصلاه تعري وجهها، وقدام العبد تغطي وجهها. شغلها اللي بغى يدير هادشي يديرو، ولكن قدام المخزن قدام البوليس في المطارات في الكوميساريات عند الدرك الوجه يكون عريان، تجلس قدامك عريان وجهها وتشوف وجهها وتاكد من وجهها، تاكد من لاكارت ديالها. المهم جات ديك السيده وعرات وجهها قدامي وحيدت داك البرقع ديالها، عرفت بان القضيه انا فيها. قالت لي سيدي اسمح لي نعاود لك، وهي تدور في راجلها وراجلها قال لي نخليكم تهضروا. قلت لها الشريف من لسه صاحبي الله يرحمه ديالي، قال لي لا خليكم تهضروا، الله يرضي عليك ما بغيتش نسمع هذا الشيء. وانا نخرج عيطت لواحد البوليسي تما عندنا في الدجاج، هذا السيد هو جلس معك واحد شويه هنايا غير هنا قدام الباب ديالي، حل داك الباب حليته محلول وتيجلس الله يرحم والديك تفاديا لكل مفاجآت. قلت لك السيد ليه تنشوف فيك، خليه جالس تما في الكولوار تنشوف فيه وانا حال الباب. قلت له قرب انت الكرسي لنا، قال عاودي لي. قالت لي يا سيدي راجلي جاب هاد الناس كما العاده جابهم، والدار كانت عندنا عامره هذه المره هذه، جاب ناس بزاف، وقال لي الناس راه غي ينعسوا عندنا. وهي تتهضر بداك الشيء ديال الدين، الاخوان ديالنا غادي ينعسوا عندنا، كلاو ما داك الشيء اللي قسم لهم الله سبحانه وتعالى، ودرت لهم داك الشيء اللي قسم الله على اين. قالت تعاود لي، قالت لي ونعسوا عندنا. والغريبه سيدي اليوم راه داك اللي فاق اليوم راه ما فاق فيهم حتى واحد الفجر، هاد الناس كاملين ما فاقوش الفجر. واش نوقع؟ قلت لي سيدي انا البارح حسيت وانا ناعسه في راسي، حسيت الباب تحل وراجلي دخل ونعس حدايا، وانا حلاله وانا من حقه يدير فيا اللي بغا، وداك الشيء اللي تيدير راه داروا فيا كما العاده. انا ما بغيتش نشرح، الناس مع ولادهم الناس جالسين، ما بغيتش نشرح. وكما تنقول لكم الدراري الصغار عافاك حيدوهم، ما بغيتش نشرح هذا الشيء نتعمق فيه، لان انا نعرف عائلات يتفرجوا فيه وداك الشيء. المهم الراجل ناس مع مراته ضاجعها كما تنقولوا، ناس معها في الكبيره. قالت لي ناس معايا بواحد الطريقه غير مالوفه وواحد السرعه، وانا تنهضر معاه ما تيجاوبنيش، وهبط وخرج. قلت لها راجلك
مولفتي ناس معاك من تيكونوا الناس مثلا في عادتكم فراش واحد عندكم ولا كل واحد بيته؟ قالت لي لا فراشي. قلت لها وديك الليله الناس معاك مثلا جا من جيتو تناسوا جا الفراش وينعس عادي. قالت لي لا من تيكون عندنا الناس ما تيناش في بيتي كاع تيناس مع الناس، يمشي اما في الصاله يبقاو يهضروا في الليل داكشي الناس داهم ولا هذا ما تيناس معايا انا زعما احتراما لدوك الناس. عمر هاد الناس جاو باتوا عندكم وتيباتوا عندكم كما قلتي ديما. عمر راجلك دار هاد الحركه مثلا خلى الناس وجا وناس معاك ضاجعك ورجع مشى الناس؟ قالت لي عمره ما دارها. قلت لها واش المشكل هنايا علاش انا معك؟ قالت لي يا سيدي انا راجلي الصباح من فاقو فقنا معطلين وهذا والناس تعجبوا كيفاش فاقوا معطلين معطل 10 11 والناس تعجبوا كي ما شربنا شي حاجه ياك ما كلينا شي حاجه ياك ما هادي وكاين اللي كاع مشى رد وداك الشيء. قلنا هذه الماكله اللي كنا فيها شي حاجه شكوا حتى في الماكله علاش فاقوا معطلين واش كلاو شربوا شي حاجه. الاخر تيقول لي راسي مثلا لا ما صليتش الفجر انا راه بقينا جالسين تهضروا حتى الفجر ما صليناش راه كذا راه طاطا. وقع واحد تروبيل تما. قالت لي وقال لهم واحد الفقيه قال لهم شوف اسيدي حنا ضنا معطلين وشوف هذه راه من الماكله ولا شي حاجه كلينا يعلم الله ولكن دابا الفجر ديالنا يكون خفقنا معطلين دابا الفجر ديالنا. قال لي لا نصليو الضحى ما الضحى قال لي لا نصليو الفجر وما يصليو الفجر ودوك الناس نمشيو وبقاو يتعجبوا كيفاش ما فاقوش هاد الناس هاد الفجر. هما ناس هاد البيت سادين عليهم هاد البيت سادين عليهم هاد البيت سادين عليهم كلشي ناس ما فاقوش. وهي مشات شافت راجلها ما تصلي معاهم لما خرجوا الناس قالت لها اجي انت قول لي واش انت قبيله تصلي مع الناس صليتي بالناس وصلى بهم امام؟ قالت له صليتي بالناس وانت ما غاسلش؟ قال لها كيفاش ما غاسلش؟ قالت لي عزكم الله عليك الجنابه ديالك. قال لها شنو الجنابه ديالي؟ قالت له الباح في الليل. قال لها ما الباح في الليل؟ قالت لي ويلي كيفاش ما الباح في الليل راه كذا وكذا. قال لها كيفاش؟ مشكله وقعت. معناه هذا ان شي حد من دوك الناس دوز لهم شي ماده سواء في المناضه سواء في الماء سواء في هذاك الشيء واغتنم ديك الفرصه ومشى للمرأة المعني بالامر ودار فيها هذاك الشيء اللي بغى يدير فيها وقاسها في الليل وقاسها بواحد السرعه. انا سولت المراه قلت لها واش ما لقيتيش شي تغيير مثلا ما لاحظتيش راه الجسد ديال ماشي ديال راجلك راه هذا راه كذا راه كذا؟ قالت لي انا شميت الريحه اللي شميت هي الريحه اللي تدير لهم راجلي من تيكونوا جالسين ترشح عليهم واحد الريحه تنشريوها ريحه عربيه وكذا وكذا وكذا. ولكن هاد السرعه اللي دار هذا الراجل ما جا حداك ما دار كذا ما دار هذا ما دار هذا. قالت لي انا شوف انا بعض المرات راجلي بحال هكا تيدير غير تيجي تيرمي حوايجو تيجي في الليل تيكون خدام ولا شي حاجه انا تنتسنى ينعس بجنبي حتى يوقع ما وقع. ماشي ممكن راجل عنده شي عادات هو خاصه به ولا كذا مع ان حنا في الاسلام تيبغي داك الشيء يتسبقوا المداعبه. وكاين واحد الحديث ديال رسول الله تيقول وداعبوا نساءكن قبل بلا ما نقول لك كلمه اخرى راه كاينه في البخاري راه الناس يفهموها. انا نقول قبل مضاجعتها ولكن ما نقولش ديك الكلمه اللي خصها تقال وداعبوا نساءكن. يمكن ذاك الراجل ما تعرفش المداعبه ما تعرف والو. كن من دوك الناس تيجيو هذا كيدخل في راس ما تخرق. ولكن هاد السيد هذا كيفاش ما حسيتيش به انت بانه ماشي راجلك؟ ما حسيتش سيدي انا راني مدوخه بديك الليله وراسي ثقيل عليا يمكن حتى هي شربات من ديك الماده اللي عطاها ودخل عليا سيدي وحسيت به. انا راه ما تاكدت الصباح ما قلت لراجلي علاش انت غتصلي بلا هذه ولا دخلت الراجل يدخل سيدي دخل قلت للمراه سيدي تسني شويه الله يرحم والديك. قلت لي دابا واش انت شكيتي في شي حد؟ قال لي يا سيدي ما عرفت ما شكيتش. قال لي راه المصيبه الكبيره هاد الناس دابا مشاو حنا لقاو داونا الدي في دي ديالنا وواحد الربيعه كانت فوق كوافوز ديال المراه فيها شي خويت مات داكشي بسيط وفيها شي فلوس ديال المصروع حتى هي مشات. الناس شحال مره جاو عندك للدار هاد الناس؟ قال لي بزاف المرات تيصليو عندي لتحت في ذاك الكراج اللي درت ومن تيكون شي غرباء تيباتوا عندي
واش الناس ديال صحابي كاع تنقول الله تثبتوا، حيت حنا تنقيموا الليل. تيديروا قيام الليل، تيبقاو يصليوا الليل كامل، الله اكبر الله اكبر الله، قيام الليل. طرقهم طرق ديال بزاف الناس، كما قلت في الاول كل واحد كيفاش تيشوفوا الدين ديالنا، كل واحد عنده عقيدته تشوف الدين ديالو. حنا كنا مسلمين الدين الاسلامي، ولكن كل واحد كيفاش تيشوف بانه باش يرضي الله، شي تيرضي بقيام الليل، شي تيرضي بالصدقات، شي تيرضي بالاخلاق، شي تيرضي كل واحد كل واحد طريقته. كي الشريف دابا تعرضتي للسرقه اولا، هاد خلينا نسرق، دار لكم ديك ديال الدي في دي، كان باقي ديك الدي في دي ساعه مشهور، الدي في دي ديال السيديات كان مشهور شي بحال داو ليه وداوك ديك الربيعه فيها فلوس وقاسوك المراه. دابا واش عندك شي حد الله يعطيك الصحه اللي غتوجه ليه تهمه، ولا بغيتي نجيبوا شي وحدين نسولوهم اللي هما تيجيو عندك ديما، قال لي انا عندي واحد شي 5 ولا 6 الناس هذوك ديما معايا تقريبا في الدار وفي هذا وفي كذا، وديما معايا جلسوا معايا في الحانوت وهذا وهذا وهذا. قلت له واش عمرك هضرتي مع شي واحد دخلتي معاه في العلاقات الجنسيه بينك وبين مرات؟ قلتي لا تندير شي حاجه، قلتيها قالت لا سيدي انا ما قلتش في هذا الشيء هذا، عمري ما دخلت في هذا الشيء هذا. عيطت على مراتك لا زيدي، قلت لا قولي لي انت هاد الناس تيجيو عندك وتيجيو عند راجلك وتتعرفي صحابو اللي قراب منه وتتعرفيهم مزيان واللي تدخلوا عنده وتجلسوا معاه في هذا، واش عندك شي واحد مثلا شي جوج ولا مثلا تقول لي هذا جانيك بحال فلان، هذا السيد اللي دخل عليا جانيك بحال فلان؟ قلت يا سيدي ما قدرتش نقول لك، انا راك مدوخ كما قلت لكم. هذا السيد هذا لعب لهم في الماء ولا لعب لهم في المناضه. حيت سولت داك السيد قلت له واش شنو كليتو داك الليله؟ قال لك لينا هذه وهذه. شنو شربتوا؟ قال لك شربوا المناضه وشربوا كوكا. وقلت له شكون اللي تسخر الكوكا؟ شكون اللي جاب لكم كوكا؟ شكون مشى جاب لكم المناضه؟ قال لي انا تنسخر الدري اللي خدام معايا في الحانوت. قلت له اخواني؟ قال لي قلت له ياك ما هو حل قراعي ودار؟ قال لي لا. قلت له شكون اللي تيعاون في الكوزينه؟ شكون اللي تيعاون في الكوزينه؟ قال لي يا مرتي وواحد مرتي اخرى. عاد قالها لي ديك الساعه، قال لي عندي واحد مره اخرى واخا عندي معها قاطعه وكذا، متى تكون هذه المناسبه نجيبها. مراه كبيره مسكينه هي الاولى وهذه هي الثانيه. وكاين بعض الناس اللي تيدخل الكوزينه من دوك اللي معروفين صحابو اللي قراب ليه كاع، اللي واحد معاه في الحانوت وواحد خينا تيدخلوا الكوزينه، تيجيب لي تيدخل الكوزينه. قال لي ماشي جوج، جيبهم لي. قال لي ولكن دابا هادو الا ما اعترفوش غادي يمزقوا بيا، غادي انتم واش ما عندكمش شي طريقه باش تعرفوا هذا الشاف؟ قال لي زعما شي طريقه ديالكم بالبصمات بهذا. قلت له نجيب لك الناس بدنا نسولهم، وانا عارف كيفاش غنسول، ما غنسولهمش انا وقع مع المراه، نسولهم. قال لي واخا. مشى وبقيت انا تما وجابهم لي بقى 6 العشيه، ان مدينه صغيره. دخلت الاول قلت له قول لي انت المهمه ديالك، البرنامج ديالك ذاك النهار ديال كذا راه تسرقت شي حاجه وهذا ولا نعرف. كان واحد بعدا اللي خدام معاه قال لك مشيت جبت هذه قلت له اييه والمناضه جبتها شحال شتي مناضه؟ قال لي جبت 2 صنادق هزهم وعطاني الكروسه ديال البوطه وبهم دخلتهم. شكون اللي كان تيكب المناضه؟ قالت العيالات هما تيكبوا المناضه في الكيسان. وكنتو تتكبوهم في الكيسان وتعطيهم قرعه. قال لك اودي نعطيهم قرعه لواحد، القرعه للطابله ولا 2 قرعه للطابله. سولت الاخر تا هو تيهضر معايا الهضره، بقيت تنشوف هذا البحث ديالي. خدمت نعوم وصافي وبغيت ندير لي خاطر. خدمت نعوم، كيفاش غنعرف شكون هذا اللي مثلا حل داك برودوي دار في القرعه ولا داكشي دار في الماكله ولا هادي؟ والراجل تيدفع تيشكي وتيتراجع، تيقول لك انا ما خصنيش نشوها، انا ما خصنيش نشوه، وانا خصني كذا، وانا خصني نعرف غا شكون، وانا خصني نعرف كذا. المراه تقول انا ما عرفتش شكون، المراه تقول لك ما عرفتش شكون. هل يعقل هذه المراه هذه دخل عندها واحد ودار اللي دار فيها وما عرفاتوش شكون، الا الا كانت مضروبيه وكلوها شي حاجه. وثانيا حتى كانت هي بالعاني عندها علاقه بشي واحد، ما غاتقولش الراجل انت علاش ما غسلتيش هاي الصباح وما تحيدتيش الجنابه ديالك وكذا وكذا. ما يمكنش. اذن هذا اللي دار هذه اللعبه خدمها بشي طريقه فنيه، ويكون عنده البرودوي، يكون عنده شي حاجه يعلم الله
شي مقاطي شي حاجه عطاهم الناس، كلاهم الناس، دار هذا الشيء وصبحهم ناسين، ودار ما بغى غرضو ديك المراه يمشي لها، ومشى ديك المراه. هذا عارف بانه في ديك الدار الراجل تيجيبهم وتيدخلهم وتينعسهم وتيوكلهم، وعارف عارف 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 بان الكليله ما تيقربش عند مراته، وعارف بان البيت ديال المراه سهل في الحل، انت تحل ما تتسدش عليها من الداخل، عارف هذا قريب. كانوا واحد 5 هما اللي قراب ليه، هما 5 هما اللي قراب ليه، تنحس بهم انا قراب ليه، اللي ديما معاه قراب ليه قد يديروها، ولكن كي غادير خصك واحد تخرج من ديك ال5. والراجل ماشي في دريعك تيقول لك انا ما بغيتشوها، وسكتنا وطفينا هذه القضيه هذه. وداك الراجل هضرت معاه وهذيك المراه، قلت لي شتي اش غدير؟ غادي تجمع دوك الجماعه، انا فكرتي، وغادي تذبح شي حاجه قربانا لله، وغتقول لهم انا حتى يجلسوا، غنقول لهم انا اليوم تنحلل مراتي وترد مراتي اللي حرمتوا عليا، تردها حلال. وقول لهم اللي فهمكم، اللي فيكم تيفهم راه غيفهم، اللي فيكم ما تيفهمش ما يفهمش. وما نقول لكمش علاش حرمت مراتي، ما نقول لكمش علاش، انا غير ديروا في راسكم، وداك الوحش اللي معاكم اللي هنا جالس ما عرفتوش، انا حللت مراتي راه حلال عليا، والله انكم انا ما بقيتش معاكم، ولا بغيت نزيد معاهم قال لي حرام نزيد معاهم، انا نزيد ما نزيد كذا، انا هاد الحياه بغا نحيدها، انا كذا، انا ديك المراه تقول لك انا ما خصني دارت راسها، ما خصني برقوع، ما خصني حنا دابا قلنا هاد الجريمه هذه، وربما بعض الناس يقولوا لا بغى باش يتهم الناس اللي تيديروا الدين باش حيديروا البرقوع، لا 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 لا، اللي عنده شي برقع يديروا، اللي دار شي لحيه يديرها، اللي دار لحيه سنه نبويه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وورث على جداده، ولا دارها لانه متدين الله يعاونه، اللي دارها على باش يلبي شويه الناس يقولوا راه الاخواني راجل مزيان وكذا بغى يلعب بها ونفق بها، الله يخلصوا. ما تدخلش في هذا الشيء هذا، انت تنقول جريمه وقعت وعشت فيها. انا تنقول راجل تعرض لهذا الشيء هذا وجعلو مسكين يتراجع، كان متدين وكان شاد في الدين وتايق في واحد المجموعه ديال الناس، وغادي يتبعهم وتبعهم بفلوسه وتبعهم برزقه، ومن 5 الحوان تبقى حانوت واحد سنوات هو معاهم، بقى حانوت واحد تيخلص العمره وتيدير هذه، في الاخر داز ليه واحد من الجناب دار فيه اللي بغى، خرقوه هرس حياته ودار داك السيد داك الشيء وذبح لهم وقال لهم انا ذبحت حللت مراتي، وانا ما نقول لكمش علاش، وانتم اللي عارفين علاش. ونقول لكم انا مشيت في ديك الليله فاش حل مراته، مشيت باش نشوف ديك الوجوه، باش نشوف ديك الكمام، نشوف تيبان لي هذا فيه الخير، تيبان لي هذا فيه الخير، تيبان لي هذاك منافق، تيبان لي هذا راه كل واحد كيفاش تشوف النظره ديالو. جالس معاهم في واحد الصلاه وتندور عينيا، مره تنقول ما يكون هذاك خاين، هذاك مره تنقول لا هذاك ما يديرش، نشوف وتندور عينيا، ماشي كان غرض يمشي نتعشى معهم، ولكن غرض يمشي نشوف دوك الناس وديك الهضره وديك الحديث والكلام. شكيت انا بحالي انا بشر، شكيت شي وحدين ما عجبونيش، ووحدين شفتهم بانهم اناس طيبين وبانوا لي معقولين متبعين الدين، وما بغيتش الراجل يدير شي مشكل في ديك الليله، مشيت باش نازرو ما يخرجش يغوت ولا شي حاجه، حيت جلست حدايا وتنهضر معاه وقال لهم انا درت ودرت ودرت ودرت، وهانتم تعشيتوا عندي، وانا حللت مراتي، حللتها ورديتها حلال ديالي، كانت مراتي تحرمت عليا وكرديتها. تيقول اش كاين حاجه، اش كاين؟ تقول لهم الناس الغي اخوان، سقط الله يرحمه يتصنتوا الراجل تيقول، قال لهم الله يكثر خيركم سيروا في حالتكم وما تبقاوش تجيو عندي هنايا، ما تبقاوش تدخلوا عندي، وانا ماشي منكم. عاد كمسكين بقى تيبكي، قال لهم خرجتوا لي على هذه وخرجتوا لي فلوسي وخرجتوا لي كذا وخرجتوا لي كذا، وبقاو تيخرجوا في حياتهم واحد بواحد. قلت الحاج عاود حياتك، بقى شاد في الدين ديالك، وبقى شاد في الثقه ديالك بالله سبحانه وتعالى، وماشي انت مجبر باش تحيد اللحيه وتحيد الدراعيه، ماشي مجبر بغيت تخليها خليها. غدا الناس يقول لك هو ما بقاش اخواني، هو ولات ينافق، خلي داك الشيء اللي بغى يخليه، خلي مرتك على حالتها، الا بغات كاع تعري وجهها ودير فولا راك بحال الايه ديرها، تحيد دوك الليقات وتحيد داك الشيء. الا بغات تنقص شويه بغيتو حقك هذاك دير اللي بغيتي، ولكن ماشي تراجع رجوع تام من هنا للبار كما قال واحد من الجامع للبار، لا لا لا، خلي راسك، خلي الناس واخدين فيك الثقه وديك الوقار ديال اللحيه وديك الطاقيه، خليها الحاج. غادي يشوف فيا قال لي غندير بكلامك، ولكن ما خليهاش قد دوكا هابطه ليا، انت شغلك هذاك، ولكن ما تدخلش الدخله كبيره. الحمد لله هذوك راه غيمشيو، شي غيبقى يقول شي مالو ما مالو مالو ما مالو، ولكن ذاك المجرم غيقول عاقبينا
عقليه ولد الحرام، ويبقى خايف منك ويبقى كاعز منك. وديك الدار ديالك تدخل ليها بوحدك، تدخل عند ولادك بوحدك وتدخل عند ولادك بوحدك، والضيف ضيف من عائلتك في وقار واحترام ووقت محدد. وبيت الله راه هو اللي بغيتي تصلي فيه، صلي مع من ما بغيتي، انت حر، سير صلي ورجع، صلي ورجع، انت كليتي اللي بقيتي فيه. نكمل لكم هذه القصه. انا ورا هذه القصه دوزت شي 6 شهور وانتقلت من مدينه لمدينه، قربت لولادي شويه. واحد سي تهضر معاه واحد النهار وجبت لي غير هكا، مابغيتش نعاود يعني نقول له واحد الشيء راه وقع لي واحد الواقع كذا، لان عاهدته بان هذاك الشيء ما غنسربوش هذاك الاخبار وسط المدينه، ان هذاك من واجبي ومن واجب الشرطي ومن واجب الدكتور ومن واجب المحامي ومن واجب الدراكي، الناس اللي تيتحملوا المسؤوليه ديال الناس وتيتصنتوا اخبار الناس واسرار الناس، من واجبهم يسدوا السر ديال الناس، سدوا السر ديال الناس. الا كنتي خارج من البيرو خارجه مرة قدام قال لك واحد مال هذيك مالاش عندها جات تقيد، اقول لي شي مشاكل وصافي وهذا. الطبيب تا هو ماشي الطبيب شي واحد يسول عندك امراه اخيرا عندها الوالده ولقيت عندها كذا ولقيت عندها طاطا، عند مريضه ورحنا تنعالجوها. من السر ديال الناس وداخله في السر المهني، اسرار الناس داخله في السر المهني. لما تبوح بواحد السر ديال واحد السيد شكى عليك ولا جاي عندك ولا هذا، وتتبوح انت وانت مسؤول، انت كضابط شرطه قضائيه ولا انت كطبيب ولا كمحامي، تبقى تعاود الناس اخبار يقدر يشدك من تما، ما يجبدوش الشهود. السيد تعاود عليا في القهوه، سيدي انا عندي مشكله، عاودت تعاود عليا في القهوه. والمسؤول داك السيد كي داك الشيء اللي جا صاحبي اللي كنت نمشي عنده قال لي رحل مسكين ما بقاش تما، رحل المدينه. قال لي رحل وانت تما، قلت له بصح، قال لي والله العظيم، قلت له ما ردش البال. قال لي قبل ما نمشي انت بشي 20 يوم ولا شهر رحال مسكين. قال لي ما عرفتش نكناس ولا فاس، شو مسكين انت تسمح في كل شيء، باع دارو وباع هذا وهز مدينه اخرى، ما بقاش تيقتل ديك المدينه. يمكن تيشوف اي واحد تيشوف فيه تيشك فيه تيتنوى فيه، وهزو مشى الحمد لله، ما طلقش ديك المراه وما شتتش وليداتو الحمد لله. كل ما حط عندنا كل حلقه عندنا خصنا فيها واحد الافاده نقولوها. اذا كنا تنتعاملوا معامله بعضياتنا في البيع والشراء، تجاره، في اي حاجه تنتعاملوا بعضياتنا، نبقاو في نطاق المعقول، الورقه والستيلون نتحاسب معك على البيع والشراء اللي بيناتنا، نتحاسب معك على شي حاجه بيناتنا، البيع والشراء اش كاين. اما الدين والتظاهر بالدين وراجل متدين وراجل كذا، نخليو هذا الشيء لهيه. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه، نخليو لهيه. الدين وما يتعلق بالدين بيت الله. المعامله تكون خديناها من الدين، المعامله ديالنا ناخذوها من الدين ديالنا، ان الدين ديالنا والاسلام ولا معامله طيبه، ولكن ما نستعملوش الدين، نستعملوه في حوايجنا، لا ناخذوا منه المعامله اللي غنستعملوه، معامله من الدين وجايه من الاخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وجايه من اللي علمونا والدينا واللي علمونا فقهاء اللي علمونا. وخيب حاجه خايبه حاجه زوينه. اذا بغيت نتعامل مع شي واحد نتعامل معك، خلي داك الدين ديالك وديك الصلاه ديالك وداك الشيء ديالك، تعامل معايا كراجل مع راجل ولا امراه مع امراه. اما باش انا نتعامل معك لانك انت عارفك انت متدين ونثق فيك ثقه كامله، انا تنقول متدين ما غيدير والو ومتدين ما غيسرقش وما غيجي ما يفعلش، الناس كلهم خطائين وكلنا خطائين. لابد الانسان تيخطا على الانسان باش يكون فيه نفاق، رغم تديونه قد يكون منافق، رغم تديونه يكون لص، رغم هذيك التدين ديالو وديك العباد ديالو قد يكون مخربق يخربقها. مع انه كاين الناس اللي فعلا متدينين وتيعملوا بالدين الاسلامي وتيعملوا بالاخلاق ديال الاسلام، العلم الاسلام، وتتشوفهم سبحان الله العظيم يكون كما بغى يكون الانسان اليوم في هذا الزمان هذا، يكون بالطاقيه ولا باللحيه ولا بالتسابيح من عند الله تعطينا واحد الحاسه السادسه تتقول واش فعلا مؤمن ولا بعد ما تقلبك تهرب منه. الله تعاوننا، بعد ما تقول هذاك الرجل بين فيه متقي الله، وبعد ما تقول انا قلبي تهرب منه، لا هرب منه قلبك هرب منه. ونطلب الله السلامه لينا ولكم. وهاد القصه هذه ديال داك الراجل مسكين بقى فيا، وداك الشيء اللي داروا فيه بقى فيا، واللي نقول انا راه ما تنمس حتى بشي جماعه وما تنمس حتى بشي واحد، ولكن تنقول
ناخذ الاعمال ديالنا والافعال ديالنا من الدين ديالنا، ولكن ما نستعملوش الدين ديالنا، نستعملوه كمتدين، نبقى نهرف على الناس وندير شي تخربيقه وهذول. اما الاخلاق ديالنا والدين ديالنا ديال التسامح وديال المعقول، والدين ديالنا الاسلامي اللي هو فيه احسن افعال نتعلموها واحسن صفات تكون عندنا تكون من الدين ديالنا. ولكن كما تنأكد ما نستعملوش قال لك لابي وفي با لو موان، ماشي اللباس هو اللي تيدير رهيب، حيت لابس سواء راه رهيب. راه انا شفتو في واحد فيلم ديال البارا الرهيب تيلبس سواد الرهيب باش يقتل. حنا ما تنتمناوش يكون عندنا بحال هاد الناس في البلاد ديالنا، تنتمنى يكونوا عندنا الناس متدينين ولكن اخلاق عاليه، اخلاق طيبه. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.